طبعا أول ما وصلت للمطار، سبحان الله حسيت براحة نفسية كأني في بلدي. ليه؟ ما أعرفش. السلام عليكم متتبعي قناة مصر في المغرب من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أتمنى تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن رحلتي للمغرب وإزاي رحت للمغرب. طبعا اعذروني إن أنا بتكلم شوية ببطء لأني أول مرة أتصور قدام الكاميرا، فأكيد فيكم هيعذرني كتير. رحت المغرب عن طريق شركة خليجية كنت شغال فيها زي أي حد ما كانش يعرف معلومات كتير عن المغرب. أعرف إن هي موجودة على الخريطة وإن هما بيكسبونا في الكورة. أول ما وصلت للمغرب حسيت إن أنا في بلدي، ما حسيتش بغربة بسبب تعامل الناس. من أول الراجل الطيب اللي وصلني من المطار للفندق، قد إيه الناس ديت كرمة وشعبها لطيف مضياف. عشان كده ما تأزمتش او ما حسيتش ان انا متغرب عن بلدي. بالعكس، انا اصلا متغرب على بلدي من زمان، فحسيت ان انا في وسط اهلي وفي وسط ناسي. وزي اي حد راح المغرب او ما يعرفش كتير عن المغرب، كانت عندي مشكلة وهي اللغة، الدارجة المغربية. بس مع الوقت ما حسيتش ان هي مشكلة، لان مع التعامل ومع قعدتي اللي طولت في المغرب اتعلمت الدارجة وقد كندوي بيها مزيان. ما كانتش مشكلة بالنسبة لي يعني. يمكن اتعلمت الدارجة عن الفرنسية بحكم ان المغرب الثقافة الأساسية فيه الفرنسية. ولكن واجهتني المشكلة في الأكل أكتر. طبعا في الأول، أول ما رحت هناك كانت مشكلة الأكل إن أنا ما بعرفش أقرأ المنيو. كنت عايش على الصور، أروح أي مطعم أشاور له على الصور أنا عايز لحمة أو أنا عايز فراخ، ومع ذلك كانت الناس بتتفهم ده وبتساعد ويحاولوا يتعاملوا معاك بأسلوب مبسط عشان تفهمهم وعشان تعرف تتأقلم معاهم. وبطبيعة الحال الشعب المغربي مع الوقت اكتشفت ان هو يعني اوريدي منفتح على الثقافة المصرية وبيعرف يتعامل مع جميع الثقافات عموما مش المصرية بس. اعتقد ان المشكلة كانت فينا احنا اللي احنا مش عارفين نتواصل او نفهم الثقافة بتاعتهم. اعتقد ان دلوقتي مع السوشيال ميديا والانترنت سهل ان انت تتعلم الدارجة، وسهل ان انت تفهم ثقافة الدول عموما. والمغرب زي اي دولة في الوطن العربي او في العالم فيها الحلو وفيها الوحش. وسبب اللي خلاني ان انا اعمل الفيديو ده ان ناس كتير كانت بتسأل او بتبعتلي في الكومنتات انت جاي المغرب ليه؟ انت بتعمل ايه؟ انت اصلا مغربي وعامل فيها مصري، ارجع لبلدك. طبعا كل الحاجات دي يعني ما كانتش بتأثر قوي لان انا اوريدي انا عايش في وسطهم وفهمت ثقافتهم وفاهم اغلب التعليقات السلبية مش بتعبر عن الشعب كله، بتعبر عن افراد بس. وده طبيعي بحكم ان انا عاشرت المغاربة كتير في المغرب، لدرجة ان انا استقريت في المغرب وعجبتني. اتخذتها ما حسيتش فيها ان انا غريب يعني، حسيت ان انا في بلدي عادي. قررت ان انا استقر فيها. مع الوقت اتعلمت الدارجة
بحكم ان كان اصدقاء الشغل كنا بنخرج مع بعض، وغير ان احنا متواجدين مع بعض في الشغل يمكن بنقضي اكتر وقت في الشغل. يمكن في الاول كان صعب بالنسبة لي ان انا اتفهم بعض الكلمات او المصطلحات المغربية، ولكن بعد مرور سنة تقريبا بحكم احتكاكي في الشغل بأصدقاء المغاربة اتعلمت اتعلمت نهضر مزيان بالدارجة. اتعلمت كيف ما كتقولوا يعني تفورماتيت. بقيت كنتفرج على المسلسلات وبالأخص الكوبل، هذا اللي فورماتاني مزيان. وأنصح أي حد من دول الشرق الأوسط إنه ينفتح على الثقافة المغربية، يفهم الناس دي، ما نحكمش على حد من الظواهر. عاشر واحتك بالناس عشان تعرف ثقافته ماشية ازاي وازاي تتعامل معاهم. واي حد في العالم بيشوف ان دولته هي احسن دولة بايجابياتها وسلبياتها، ده طبيعي. احتكاكي بالمغاربة هم شعب متفتح جدا، متقبل اي ثقافة، بيقدر يندمج مع اي ثقافة، يقدر يتكلم باي لغة سواء عربية او اجنبية. مريت بمراحل حلوة جدا، ومريت بمراحل سيئة جدا، عادي، ممكن اقابلها في بلدي وممكن اقابلها في اي دولة في العالم. ولكن مع ذلك قررت ان انا استقر، وقررت ان انا اعيش فيها، واتجوزت وكونت اسرة هناك. وده ساعدني اكتر ان انا اتقن الدارجة، اني نعرف نهضر بيها مزيان، لدرجة ان بعض المغاربة اللي كنت كنتلاقى معاهم كانوا كيحسبوني مغربي، مرة شمالي، مرة وجدي، مرة معرفش منين. واللي كيعرف ان انا مصري كيتصدم، كيقول لي كيفاش كتقول المغربية مزيان، كيفاش كتأقلمت. وكتير منهم كانوا كيرحب، وكتير اللي كان كيتعامل معاملة على قد المصلحة زي ما بنقول، وخلاص عادي يعني. ولكن الحمد لله عندي أصدقاء كتير بالمغرب، وما حسيتش إن أنا مغترب يعني أو أجنبي. عندي نصيحة لإخوتنا المصريين اللي مؤخرا بدأوا ينفتحوا على المغرب وعايزين يروحوا المغرب وعايزين المغرب زيها زي مصر، جميلة، شعبها جميل، طبيعتها خلابة وساحرة، ربنا يديمها نعمة عليكم. بقول للإخوة المصريين اللي عايز يروح يتجوز من المغرب يكون صادق، وما يكونش عاوز يلعب ببنات الناس. يعني هم بنات أصول، فيهم بنات الناس وفيهم بنات الأصول اللي يتشالوا على الراس والعين، زي زوجتي اللي أنا اتعرفت عليها، وأهلها حسسوني إن أنا مش غريب، بالعكس، ودي شهادة أعتز بيها، وشهادة في حقهم لازم تتقال، بوجه لهم تحية. وأعتقد إن أغلب الأسر يعني بنفس الوضع، إنهم مضيافين وعمرهم ما يحسوك إن أنت أجنبي أو براني. فياريت الإخوة المصريين يكون عندهم ضمير، ويكون عندهم رجولة زي ما بنقول كده، أو زي ما المغاربة بيقول، ما يكونش عايز يلعب ببنات الناس. ونفس النصيحة بوجهها للبنت المغربية، قبل ما تقرري الزواج من مصري، اعرفي كويس وما يغركيش كلام النت. بلاش تنساقوا ورا اي حد يعمل لكم
زي ما بنقول بالدارجة المصرية بتاعتنا، يعمل لكم من البحر طحينة، وفي الآخر تفاجئ بواقع أو صدمة. تمام. أنا بقول الكلام دوت لأن شفت حالات كتير مصريين بيحصل إن هما بيخدعوا مغربيات، والعكس. عشان برضو أكون واضح وصريح، آه، الجواز مش لعبة. الجواز في اسم ونصيب. خلي نيتك صافية وانت رايح تتجوز او انت رايحة تتجوزي. مش عايز اطول عليكم في الكلام في الموضوع ده، بس يعني ده من اللي انا شفته يعني. آه، بالنسبة للإخوة المغاربة اللي بيقولوا انتوا كمصريين جايين تعملوا ايه في بلادنا، ارجعوا لبلادكم. والله هي كلها أرض الله يعني، مش حكر على حد. زي ما في مغاربة كتير منورين هنا في مصر، في مصريين كتير موجودين في المغرب. آه، الظروف خلتهم ان هم يروحوا يتغربوا عن اهلهم ويبعدوا عن بلادهم، ليه؟ عشان يشتغلوا او يتجوزوا او ايا كانت ظروفهم. فمحدش يحكم على حد من الظواهر. اعرفوا ظروفه واعرفوا الاسباب اللي خلته ان هو يسيب بلده او يهاجر. زي ما حصل معايا ان انا رحت المغرب واستقريت هناك، عجبتني البلاد، لحد ما قررت ان انا افتح مشروع. لما حصل مشاكل في الشغل وما عدناش شغالين، سرحونا من الخدمة كيف ما كانوا بيقولوا، ورحت قررت ان انا افتح مشروع في المغرب، وفضلت ان انا افتحه في المغرب. خلاص متزوج وعندي يعني اسرتي في المغرب، فقررت ان انا استقر هناك. وده حب في المغرب، ان انا استقرار ومحسيتش بالغربة فيه، فقررت ان انا افتح مشروعي. ورغم الصعوبات اللي واجهتني وانا بفتح المشروع، ولكن مع ذلك ما كافحت وبديت لدرجة انا خسرت راس مالي كله والمشروع اتقفل. ولكن معلش، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وطبعا مع قفلة المشروع كانت جت كورونا، الله يعافينا كلنا ويعديها على خير، لأن يعني كل الناس اتضرت. وأتمنى إن ربنا يسترها علينا كلنا وعلى الشعب المغربي. أكتر الأسئلة اللي كنت بتسألها من مصريين عن المغرب، والفكرة السائدة للأسف اللي نقلها الإعلام أو نقلها بعض الأشخاص بصورة سيئة عن المغرب، هو موضوع السحر. لدرجة إن يعني أي حد بيتكلم عن المغرب بيذكر جنبها كلمة السحر، بعيد عن اللي أنا كاتبه في الفيديو، أو بعيد عن اللي أنا بتكلم عن سحر المغرب. هي المغرب فعلا ساحرة كطبيعة وكشعب وكأسلوب وكرقي، لكن طبعا السحر اللي بنتكلم فيه هو ضعاف النفوس اللي موجودين في أي حتة في العالم، مش شرط بس في المغرب أو في الوطن العربي يعني. فأحب أرد عليهم وأقول لهم زي ما انتوا بتسمعوا عن المغرب إن فيها سحر أو هو السحر مذكور في القرآن في الأول وفي الآخر، فممكن تلاقيه في بلدك زي ما موجود في أي حتة في العالم. تمام. في موجود، ولكن ضعاف النفوس. ولكن برضو بحكم ان انا عشت فترة طويلة، وصلت ل6 سنين في المغرب، عشرت فيها ناس كتير، الحلو والوحش او المزيان والخايب. ما اقدرش اقول ان انا اتضريت بحاجة زي ديت، ولكن هو زي ما موجود في مصر، موجود في اي دولة عربية، موجود في المغرب. مش ده اللي نحكم بيه على دولة يعني.
وبقول لهم ما تنساقوش ورا الإعلام، لأن الإعلام مهما كان هو بينقل صورة بنسبة كبيرة مش صحيحة، وده كلنا عارفينه. أه، حاليا أدت الظروف بسبب كورونا إن أنا أرجع لمصر. أتمنى إن الأوضاع تتحسن في المغرب عشان أرجع تاني المغرب، لأني مفتقد أهلي وناسي وصحابي اللي أنا لسه على تواصل معاهم لحد دلوقتي. بقدم لهم كل تحية، أصحابي الجدعان اللي في منهم كتير واقف معايا في أزماتي. أه، بشكرهم، ومهما حاولت إن أنا يعني أشكرهم مش هيوفي جزء من اللي عملوه معايا. وبالنسبة للتعليقات السلبية اللي بتجيلي دايما في الكومنتات، أنا رديت عليكم شنو كنت كندير في المغرب، شنو أسباب اللي خلتني نعيش في المغرب، حبا في المغرب، مشي كيف ما بعض الناس كانت بتقول اني جاي نتفلى. لا، انا عشت في المغرب وحبيتها وما زال كنحبها، كان احماق عليها، كان نبغي نرجع عليها مرة اخرى، انفتح على ثقافة الدول الاخرى وقلب مزيان واعرف الناس قبل ما تحكم عليهم. اتمنى اني ما كنتش طولت عليكم. تحياتي للشعب المغربي، تحياتي لكل افراد اسرتي المغربية، ولكل اصحابي المغاربة اللي كان نعزهم وكان نقدرهم بزاف. كان نتمنى ان هم يكونوا في احسن حال دايما. كان نتمنى ربنا يهدي هذا الوباء عن العالم كله وعن المغرب. واشوفكم في فيديو جديد. بعتذر لكم ان انا اتاخرت كتير في الفيديوهات، ولكن غصب عني. وبعتذر لكم مرة تانية على ان كنت ضايقت حد بطريقة غير مقصودة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.